السلام عليكم، يا أهلا بيكم. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وهو ورق العنب بالزيت اللي يسمونه السوريين يولنجي. مكوناته جدا سهلة. عندي هذا كوب من التمن المصري، الرز المصري منقوع مغسول، وعندي حبة فلفل أحمر بارد وفلفل أخضر بارد، وباكتين بصل أخضر، وباقة نعناع، وثلاث حبات طماطة، وبصل يابس حبة هم كبيرة، وهاي ملعقة كزبرة، وهاي ملعقة نص ملعقة فلفل أو حسب الرغبة، خاشوقة ونص ملح أخلي أو حسب الرغبة مالتكم. وعندي هذا كوب زيت الزيتون يعني المضبوط واخلطهن، وعندي ليمونتين عصيرات ليمونات 2، و3 ملاعق دبس الرمان هم خليت أو حسب الرغبة بعد تريدونها حامضة. وعندي هاي سنين ثوم هم فريش يعني، وهاي رشة بابريكا، وسماق خاشوقة ونص سماق خليت هم. وهنا راح ألف النوبة، أعطيكم شلون ألف بعد كلكم تعرفون تلفون ورق العنب. هاي الأكلة كلش طيبة والله، خضروات صحية لا بيها لحوم، وحموضتها معتدلة، كلش طيبة والله، خفيفة على المعدة. هسه ما راح ألف وياكم بعد حبة ثانية إلى أن نكمله بعد. وبعد إذا ورق عنب فريش بعد أطيب يصير. هذا مجمد منقع ومجمد. خلص هسه راح أصفطها بالجدرية، أخلي بقاع الجدر شوي زيت الزيتون وشرايح البوتيتا وجزر حتى على مود ما تلزق، وصفطها أبدي صفطها. طبعا نزل من عندها ماي صلصة من الخضروات اللي نزلت، صفيته بمصفي وكملته خاشوق دبس الرمان وشوية ملح هيك قليل ونص ليمونة، سويته صلصة كاملة هاي ودفته عليه. هسه ضفته عليه وراح أخلي فوقه ثقل، وأخليه أول مرة على نار عالية ونب على نار متوسطة من ساعة إلى ساعة ونص حسب الورقة مالت العنب، إذا قاسية تحتاج وقت أكثر، وإذا لا ناعمة ساعة كافية عليه. وهنا خلص وراح أقلبه وعلى مود يبرد تماما يلا ينوكل. بعد إذا ظل بالثلاجة بعدها أطيب يصير. وهنا صحتين وعافية علينا وعليكم. وإذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وطولنا لايك ليصلكم كل جديد، ومع ألف سلامة.